السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم شيكا لاعب كرة القدم المصري، ولد في 27 فبراير 1997، وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث لُقب بشيكا نظرًا لتشابه أسلوبه مع محمود عبد الرازق شيكابالا. بعد مغادرة الزمالك في سن 19 عام انضم إلى نادي المقاولين العرب ثم طلائع الجيش، وشارك مع منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدرب معتمد جمال. في السنوات الأخيرة من حياته عانى شيكا من سرطان المستقيم، وهو مرض خطير لا تظهر أعراضه في مراحله المبكرة. تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، مما يتسبب في فقدانه للوزن وظهوره بملامح متعبة في مقاطع فيديو شاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث شيكا عن ألمه الشديد وصعوبة تناوله للطعام بسبب العلاج الكيماوي، وطلب الجماهير بالدعاء له. أثارت حالته تعاطفا واسعا من الجماهير ونجوم الرياضة والفن، حيث زاره لاعب الأهلي إمام عاشور في منزله، وقدم له الفنان محمد رمضان دعما معنويا خلال برنامجه مدفع رمضان. كما تكفل تامر حسني بتكاليف علاجه، وتبرع الداعية الإماراتي وسيم يوسف بمبلغ 250 ألف جنيه لدعم العلاج. بالإضافة لذلك أظهرت جماهير الأهلي والزمالك تضامنا كبيرا، حيث رفع جمهور الأهلي لافتة خلال مباراته بالدوري المصري كاتبة: المرض ينتهي وتبقى الآمال، إبراهيم شيكا سلامتك يا بطل. وبعدها طويت الصحف وتوفي إبراهيم شيكا في صباح السبت 12 إبريل 2025 عن عمر يناهز 28 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. نعاه نادي الأهلي والزمالك في بيانات رسمية عبر فيها عن بالغ حزنه وتعازيه لأسرته، ونعت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الوزير أشرف صبحي، وأقيمت صلاة الجنازة بحضور أسرته وزملائه السابقين ومسؤولين من نادي الزمالك. الأزمة اللي تحولت الآن بين والدته وزوجته بعد وفاته. ظهرت خلافات بين والدته وزوجته، حيث تبادل الاتهامات عبر التواصل الاجتماعي. اتهمت والدة شيكا زوجته بأنها استولت على أمواله، بينما ردت الزوجة بأنها كانت تعاني شحَّت مع على زوجها في علاجه، مرضه وأنه لم شحَّت يكن على يجد ما يأكله، علاجه، ووصفت بتحُط تحتها الاتهامات كام بأنها خط غير صحيحة. عشان الناس اللي هذه الخلافات أثارت تحُط جدلا تحتها كام واسعا خط، هبة بين كانت طالعة المتابعين الذين تشحت انقسموا بين عشان كله داعم هيُقف على لكل رجله، طرف. يا اللي حسبي الأم والله ونعم الوكيل اللي مش ظهرت على مواقع شغوفين، التواصل يا اللي الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية تشتكي من حالتها الاقتصادية، وأنها تعاني من فقر شديد منذ سنوات، وأنها أسرة غير ميسورة الحال، وأنهم يعانوا من الفقر منذ نشأة إبراهيم شيكا. وأيام مرضه وعدها اللاعب السابق أنه سوف يبني لها منزل ويرسلها لتأدية مناسك الحج. وتبادلت الاتهامات بأن زوجة إبراهيم شيكا استولت على أمواله ولم تعطي زوجها وتعطي أمه في الميراث، بينما أكدت زوجة إبراهيم شيكا أن هذا الكلام خارج المنطق، وأن إبراهيم شيكا كان يعيش على المعونات ولم يجد ما يأكله في آخر أيامه إلا بعد أن تبرع العديد من اللاعبين ورجال الفن والكثير من الجماهير لإبراهيم شيكا. وأكدت الزوجة إنها عانت معاه، وإن دلوقتي له أسرة وأولاده موجودين ويستحقوا كل شيء، وأكدت إن أمه ما قدمتش أي دعم له خلال فترته. ربنا يرحم شيكا ويصبر أمه ويعين زوجته على أولاده. ودي كانت القصة بكل تفاصيلها. سلام عليكم.